النهارده ان شاء الله هعمل لكم القراص العجه. هنا انا عملت قطعت بصلايه متوسطه عليها ملح وفلفل، وهحط عليها الزيت، حبه زيت صغيرين كده، وبعدين اقلبها لغايه ما تدبل. هنشوف دلوقتي مكونات كمان العجه ايه، بس نقلب البصله لغايه ما تدبل. البصله بالشكل ده. اروح حاطه بقى ايه الطماطم، حوالي 3-4 طماطمات مقطعاها 3-4 طماطمات قطعتهم، واقلبهم لغايه ما يسيحوا خالص، وبعد كده بقى ايه احط الخضره، حوالي حزمه بقدونس وحزمه شبت قطعتهم، ابدا اقلب فيها لغايه ما تسيح الطماطم، وهنشوف بعد كده هيحصل. توصل الطماطم بالشكل ده، بالشكل ده تبقى سايحه كده. اروح ابدا بقى احط ايه الخضره، حزمه بقدونس وحزمه شبت، واقلبهم شويه كده، غلوتين كده يثبتوا شويه معاهم، وبعد كده بقى ابدا اعمل بقيه يلا معايا. مكونات العجه، انا عملت التسبيكه اللي انا وريتها لكم بتتعمل ازاي. هنا البيض 4 بيضات، لو هتعملي كل بيضه قرص مثلا، بتحتاج كل بيضه قرص او بيضتين على حسب ما انت عايزه، وكل بيضه بتاخد معلقه دقيق، كل بيضه بتاخد معلقه دقيق. هنا انا هحط الدقيق، انا طبعا معايراها بالمعلقه دي. 4 بيضات احطهم على البيض، 4 بيضات، واقلبهم كويس. بعد ما قلبت ضربت البيض مع الدقيق، ابدا بقى احط الخلطه اللي انا عملتها بالطماطم والخضره والبصل اهو كده كويس. وبعد كده بقى ايه ابدا اعملها قراص في طاسه تيفال، او ممكن تحطيها تدهني صينيه زيت وتحطيها فيها وتحطيها في الفرن. بس قبل ما عشان تحطيها في الفرن ادهني كمان وشها، يعني دخليها شويه في الفرن وبعدين ادهني وشها وطلعيها بقى، هتطلع طعمها جميل وجميله جدا. بس اهم حاجه ان انتي لما تيجي تعمليها تظبطي الدقيق مع البيض، يعني بيضه معاها معلقه دقيق كبيره. هنشوف بقى دلوقتي ازاي هنحمرها، هنعملها راس. يلا معايا. عملتها، هبدا احطها في الطاسه بعد ما حطيت زيت فيها اهي. انا حطيت حوالي 3 كبشات اهي، 3 مغارف، اوزعها كده اوزعها بالشكل ده اهي. عملت اهي، ابدا بقى ايه الوش التاني ابدا اعملها كده اهي، وبعد كده بقى ايه تحمر برضو زي كده، وبعدين ابقى ايه اشيلها. خلاص اهو، ابدا بقى احطه في الطبق، ونعمل بقى قرص تاني، وهنشوف بقى برضو بعد ما يخلص كل القراص هنشوف شكلها عامل ازاي. يلا معايا. العجه بعد ما خلصت عملتها حوالي 4 قراص اهي، ممكن تعمليها 3 وممكن تعمليها 4 على حسب ما انت عايزه، علشان هم 4 بيضات، لو اكتر ما تزودي بقى على حسب عدد الاسره. اهي شكلها، وممكن تعمليها كمان في الفرن. ويا رب اكون افدتكم، والف شكر.